بجد يا ست مشترك، رونالدينهو انتوا كلمتوا رونالدينهو؟ في اتفاق هيجي جاي ان شاء الله. جاي بجد؟ ان شاء الله والله العظيم. تحب اجيب لك اوباما؟ لا لا بجد رونالدينهو جاي؟ في ليه وكيل واتفقنا معاه وجاي، احنا في دبي كلمه وجاي خلاص. ربنا يعني يسهل ان شاء الله، هتحاولوا ان انتوا تتفقوا معاه ان شاء الله بامر الله باذن طيب الله. رونالدينهو طالب مبلغ كبير، انت بتبص لرونالدينهو ازاي؟ الاعلانات. الاعلانات لما يجي طبعا فانيلته دي يجيب كام؟ بكام؟ يعني يعني طب هل هي دي المفاجاه؟ لا بتكلم جد. لا والله لا ما فيش مفاجاه اكبر من رونالدينهو. لا شوف، انا في مفاجاه لسه محضرها لجمهور الزمالك، ومفاجاه لعيبه الزمالك يوم الجمعه رايح اقولها لهم باذن الله ان شاء الله. مفاجاه لعيبه الزمالك؟ قبل الماتش رايح لهم يوم الجمعه ان شاء الله. هم بيتفائلوا بيا لما بروح المعسكر قبلها بيوم. وبيتفائلوا بفندق معين، كلنا رايحين باذن الله، معايا مجلس اداره محترم ان شاء الله. اعمل لهم مفاجاه واحنا موجودين معاهم ان شاء الله. على فكره انا قلت ان رونالدينهو بدا حياته في مصر، يعني عارف مصر تمام، لانه 97 كان لعب في كاس العالم للشباب تحت 17 سنه لما اتلعبت كاس العالم. يعني رونالدينهو ممكن بيجي. ربنا يسهل، احنا اتكلمنا واحنا في دبي وربنا يسهل باذن الله ان شاء الله. وزي ما قلت لك الفانيلا بتاعته، الاعلانات، يعني احنا شغالين احتراف. انا عايز اسعد جماهير الزمالك، وعايز اقول لجماهير الزمالك اللي حاول يشوه مرتضى منصور ومرتضى والقضايا والمشاكل. طب اديكوا شفتوا مرتضى منصور لما ما فيش مشاكل مع مجلس متعاون جدا. صحيح. فشغالين. لكن لما جاب لي مجلس يعني هو عزمي طبعا شايفنا دلوقتي، يروح طالع مثلا الدور ال 28 في وزاره الشباب يقول لي ممدوح بيه البلتاجي ربنا يشفيه، لو ما حلتش المجلس دلوقتي هرمي نفسي. كان شغل غريب. صحيح. ياسر ادريس مش عارف يطلع يقول لهم لا الوزير يطلع ليه على باب بيته. فانا عايز اقول في النهايه هات لي مجلس متعاون وخد احسن شغل باذن الله بتوفيق ربنا. اذا نادي الزمالك قريب جدا وكيل لاعب رونالدينهو، ورونالدينهو سيحضروا الى القاهره للتفاوض على وجوده في نادي الزمالك الفتره القادمه. رونالدينهو